اكادير عاده كنجيب واحد الشغف كبير، لان المدينه بتاع اكادير وايضا الاقاليم المجاوره لها. والمنتظم الدولي كيقول لك خصها تكون 1000 باش ما يكونش عندك هناك مشاكل، 1000 متر مكعب في السنه بالشخص. اي مواطن مغربي خصنا نقسموا داك الحجم اللي عندنا كامل ونقسموه على عدد السكان المغاربه كنجبروا 700 متر مكعب. والمنتظم الدولي ولا المنظمات الدوليه كتقول لك تكون من 1000 متر مكعب للفوق. دابا في فتره الثمانينات والسبعينات راه كانت 2000 متر مكعب للفرد المغربي، دابا انتقلنا من 2000 الى 1500، دابا حاليا 700، وربما في 2030 غنوصلوا غير ل 500 متر مكعب للفرد الواحد. ماذا يعني ذلك؟ يعني اننا نعيش خصاص مائي، لو ستريس هيدريك، نعيش خصاص مائي ولكن لا نعيش ازمه مياه. وسوف نخلق المفاجأة إن شاء الله. لدينا ما يكفي من النفوذ داخل بعض المناطق اللي يمكننا نحققوا نتائج إيجابية. اللقاء كان ناجح وممتاز وجيد، أبان عن مدى وعي ساكنة ديال إزكان أيت ملول واللي جاوا من كل المناطق المجاورة، وشباب يعني في واعي جدا. وكان نقاش شيق على أهم الإكراهات اللي كتعلق بتدبير الموارد المائية بحوض سوس ماسة.